مساء الخير. عمرك قبل كده صحيت اتنفضت من على سريرك في نص الليل عشان كنت بتحلم انك بتقع من الدور ال13، او كنت هتموت من الخوف وبيتمنى ان هو يطلع حلم بسبب الكلب اللي كان بيجري وراك وانت فجأة بقيت مش قادر تتحرك وحاولت تصرخ بس لقيت نفسك على الميوت؟ طيب سمعت قبل كده جدتك وهي قاعدة مع جارتك وبتفسر لها حلم السمك اللي طبعا معناه رزق جاي لها؟ طب سمعت قبل كده عن رغيف في العيش السخن في الحلم معناه ايه رزق برضه، رزق سخن كمان. طب عمرك شفت مامتك صاحية من النوم متنكدة ومخضوضة علشان شافت فار في الحلم؟ لا معروفة يعني الفار في الحلم عدو، وغالبا بيكون عدو ست، والتعبان والبرص والصرصار واكيد طبعا اكيد القطة السوداء و من هذه الاحلام. انا جيت النهاردة عشان اقولك ان دي مش مجرد احلام عادية، لان الاحلام نفسها كشيء بيحصل اثناء النوم مش حاجة عادية. الأحلام يا أيها المشاهد مش موضوع عادي ولا اعتيادي، بدءا من أول إنسان على وجه الأرض حتى هذه اللحظة الحاسمة، والأحلام وعالم العقل اللاواعي موضوع شيق ومثير للاهتمام لكل إنسان من جميع الأنواع، وتفسير الأحلام وفهمها طول عمره يتطلب علم ووعي في جميع الحضارات بقى إذا كان بشكل علمي أو ديني. عشان تفهم قصدي أكتر تعال أخدك في رحلة بسيطة قصيرة عبر الزمن لورا شوي، لا ورا كتير بقى على قد ما تقدر، لحد ما نوصل للحضارات الفرعونية والإغريقية وبلاد فارس والروم، اللي كان بيعتبروا الأحلام وقتها فن يتطلب ذكاء وفي بعض الأحيان الإلهام الإلهي، وأصبح موضوع له احترامه في الأدب. ما كانش يعني كده أي حاجة وخلاص، لا ده كان يعامل كعلم من قبل العلماء والأطباء، وعشان هم كانوا شايفين إن الأحلام هي رسائل إلهية ورموز محتاجة تفسير، وكانوا وقتها بيستخدموا كتب عن الأحلام بقوائم رموز ومعاني علشان يحاولوا يفسروا الأحلام بتاعتهم. اكتشفت حاليا ان انا ما كنتش مولعة. 2000 years later. نسيت اسمها ايه، الشموع. وفي كثير من الأحيان كان بيتم استشارة شخص حكيم أو رجل دين لتفسير الأحلام الرمزية من خلال طقوس مختلفة. واحدة من الطرق دي مثلا اسمها الحضانة أو الانكيوبيشن، بينام فيها الشخص اللي هيحلم في مكان مقدس توقعا لحلم من شأنه انه يوضح مشكلة عايزين يواجهوها. بس دي مش أقدم حاجة برضو، أقدم دليل تم العثور عليه لمحاولة البشر تفسير الأحلام كان على ألواح حجرية ورق البردي المصنوع من نبات البردي أو البابايروس من عصر بلاد ما بين النهرين ومصر. مفسرين الأحلام في الحضارات القديمة ما كانوش مجرد ناس عادية بتفسر الأحلام، دي كانت مهنة. وفي بلاد بابل القساسوة فسروا للناس معاني أحلامهم وإزاي يتجنبوا الشر وتأثيراته، واعتقد شعب بلاد بابل إن لو حد حلم حلم وحش أو فيه شر هيحتاجوا يعملوا طقوس تنظيف للحالم علشان يتخلصوا من الحلم ده في المية. طبعا اليونان أكيد بتلعب دور في الموضوع، كان عندهم طرق كتيرة لتفسير الأحلام. كان الكهنة يحبوا يفسروا أحلام الناس اللي عايزة تعرف المستقبل، وكانوا يحبوا يعملوا كده قوي في مدينة معينة في اليونان اسمها ديلفي. اليونانيين كان عندهم إيمان كبير إن الأحلام عملت حاجات كتيرة جدا زي علاج الأمراض والتنبؤ بالمستقبل والتواصل مع الموتى، عشان كده هم كانوا بيحترموها وبيقدسوها لأنها كانت في مفهومهم رسائل من الآلهة. هو الصراحة الإمبراطورية الرومانية كانت حاسة إن اليونان مكبرة الموضوع حبتين، بس الأغلبية من الرومان اعتقدوا إن الأحلام ليها معاني تنبؤية. كذلك في الإسلام موضوع تفسير الأحلام أخذ حيز مش صغير في حياة بعض العلماء والتابعين، وأشهرهم ابن سيرين اللي ترك مجلدات من تأليفه عن تفسير الأحلام. عندك مثلا في الحضارة الفرعونية المصرية اعتقد المصريين القدماء إن الأحلام مش حاجة بتحصل جوه الإنسان ولا ظاهرة نفسية ولا حتى نشاط بيقوم به الفرد، بدل كده اعتقدوا انها راجعه لمهيمن خارجي خارج اراده الحالم. بمعنى تاني الحلم بالنسبه للمصري القديم كان عباره عن مساحه شاسعه بتقع حدودها في مكان معين بين عالم الاحياء وعالم الموتى والشياطين والالهه. فمثلا عالم المصريات بسام الشماع قال ان المصريين القدماء كانوا مهتمين بالعلامات والاشارات اللي ليها علاقه بالمعبودات، عشان كده كانوا مهتمين قوي برؤيه الاحلام لانها بتحمل رسائل من المعبودات. تفسير الاحلام اللي احنا بنعمله دلوقتي وخصوصا المصريين مش جاي من الهوا كده، ده موروث من اجدادنا القدماء. كان الكهنه هم المسؤولين عن تفسير الاحلام للمصري القديم، فبعض الاحلام وقتها تم تدوينها في برديه شيستر بيتي اللي موجوده حاليا في المتحف البريطاني.
زي مثلا انك تشوف تعبان في المنام. تفسير الكهنة كان انه هيجيلك ثروة، لكن التفسير الحديث بيقول ان التعابين واغلب الزواحف اصلا من رموز العداوه والبغضاء، لان الزواحف من هوام الارض، وهوام يعني كل دبه ليها سم بيقتل. ولو سالت الشيخ هيقولك راجع علاقتك بالصلاه، بالذات لو تعبان كبير، او لو مثلا شفت نفسك ميت بعد الشر طبعا. قال الكهنه ان ده معناه العمر الطويل. والتفسير الحديث برضو نفس الشيء، بس بشرط عدم وجود كفن او قبر. برضو لو شفت نفسك باصص في المرايه، الكهنه قالوا ان ده معناه ان في ست جديده هتخش حياتك. بس التفسير الحديث اللي يعتبر تحليل نفسي بيقول ان ده معناه انك بتحاول تشوف نفسك من جوه وتعيش لحظات صدق مع نفسك. زي برضو ما اغلب الحضارات كانت بتشوف الاحلام رسائل الهيه ورموز من العالم الاخر، كانوا برضو بيشوفوها على انها بتشكل افكار الانسان ومشاعره وتجاربه الحياتيه، وان التفسيرات بتختلف من شخص للتاني حسب الظروف النفسيه والاجتماعيه. عندك مثلا في الصين القديم اعتقد الناس ان كل حلم بيكشف شيء عن صحه الشخص، سواء النفسيه او الفيزيائيه، ده غير طبعا حياته والتقاليد اللي عايش عليها. لكن من جانب تاني هم برضو كانوا بيفسروا الاحلام بطريقه مختلفه شويه عن باقي الحضارات. يعني مثلا في نظريه صينيه بتقول ان اختلال توازن الين واليانج او التشي هو اللي بيسبب وجود الاحلام. المهم ان الصينيين قرروا في مره يجمعوا كل النظريات اللي يعرفوها عن الاحلام ويحطوها في كتاب واحد. عندك مثلا بعض تفسيرات الاحلام الكلاب، لو حلمت بكلب اليف فده يرمز لعجزك او هشاشتك، ولو كان الكلب ده بيحرسك فده معناه ان عندك احتياج للحمايه وعايز تحس بالامان والولاء. لكن لو الكلب ده بيهاجمك فدي كده صدمه نفسيه وتوتر. برضو تم تفسير حلم الامتحان، لو حلمت انك في امتحان فده دليل على التوتر والشد العصبي. ممكن يعني كمان انك مش جاهز ومش مستعد لحاجه معينه مقبله في حياتك. ومن وجهة نظري ان التفسيرات دي علميا منطقية شوية، لان تم تفسير الرموز اللي كانت في الاحلام على انها مشاعر مكبوتة جوه الانسان، ودي اصلا نظرية علمية موجودة النهاردة ضمن النظريات التانية عن الاحلام ولسه بنعتقد فيها. كلنا عندنا احلام مشتركة حلمنا بيها على الاقل مرة في حياة كل واحد فينا، زي مثلا حلم السقوط الحر اللي وقعنا كلنا من على السرير في نص الليل. والاحلام دي عادة بتحصل في مرحلة من مراحل النوم واسمها حركة العين السريعة او الرابid اي موفمنت، وتحديدا في الفترة اللي بتكون بين اليقظة والنوم، وهي دي اللي بتدينا الاحساس ان احنا فعلا بنقع وبعدين نصحى بسرعة. وفقا للابحاث فان كتير من الاحلام بتاعت السقوط بترتبط بالارتعاشات النوميه، او اللي احنا بنسميها باللغه الدارجه انك تتفزز وانت نايم، ودي تعتبر اضطرابات في النوم، منها الكلام والحركات غير المنتظمه وشلل النوم او البارالايزز. في برضه تفسير نفسي للحلم ده، وهو انك ممكن تكون حاسس انك منفصل عن جانب مهم في حياتك، او الشعور بالوصول للحضيض في بعض جوانب حياتك، خصوصا لو كنت حاسس باليأس. بس دي طبعا مجرد تحليلات بسيطة وغير مؤكدة بنسبة 100%، واكيد طبعا في معاني تانية كتير. ممكن برضو تكون حلمت ان اسنانك بتقع، ده ممكن يشير انك حاسس انك ضعيف من جوه، او مش حاسس بامان، او عندك توتر، خصوصا لما يكون عندك ميعاد مع دكتور سنان. مع انك لو سألت والدتك هتديك اجابة ملهاش اي علاقة باللي انا قلته، هتقولك يا ساتر يا رب في حد مننا هيموت. ممكن تكون حلمت قبل كده مثلا ان في حد بيجري وراك، والمطاردة ممكن يكون معناها نوع من الصراع الداخلي اللي انت مش قادر تواجهه. غير كده برضو المشاهد والصور اللي بتكون في حلم المطارد ممكن تشير للاشخاص او الاماكن او الحاجات اللي مسببه لك مشكله معينه، او تشير للشعور بالنقص او موقف شديد الضغط انت بتتعرض له او تعرضت له ومش قادر تتخطاه. ولو الحلم ده العكس وانت اللي بتطارد حد، فده ممكن يبقى معناه انك حاسس بعدم الكفاءه او عدم الجداره بشيء او شخص معين. مثلا ممكن في مره تكون حلمت انك عريان قدام الناس، تشوف بقى انك رايح الشغل قدام الناس من غير هدوم وكله بيبص عليك بنظره اشمئزاز وانت حاسس بالخزي، ده برضو ممكن يرمز لعدم احساسك بالامان وعندك قلق. ساعات برضو ممكن تحلم انك عايز تخش الحمام عشان انت في الحقيقه عايز تخش الحمام، وده حلم لتلبيه طلبات الجسم، ودي في الغالب بتكون اشارات من الجهاز العصبي للمخ علشان تنبهك. بس صدقني دي مش احسن حاجه ممكن تعملها وانت نايم. بعد كل هذه الحكايات والقصص والتاريخ والتفسيرات اللي حكيتها لك، زمانك تسال نفسك دلوقتي احنا ليه اصلا بنحلم؟ وايه راي العلم في الكلام ده كله؟ سؤال ممتاز كالعاده ايها المشاهد. مبدئيا الانسان لا ينسى ابدا اي شيء تعرض له او شافه او سمعه او عمله. كل خبره وذكرى وعاطفه ما بتروحش، انما تنطمس تحت ركام المشاغل ضمن مخزون عقل الانسان، وبعدين تظهر في زله لسان او نبض غضب او حلم، ويجري عليها نفس القانون اللي بيجري على الماده لا تفنى ولا تستحدث. يوم يتذكر الانسان ما سعى، مفيش ذكرى بتفنى ايا كانت هي ايه. لكن اختلف راي العلماء حول الاحلام، في بيقول لك انها ممكن تكون غموم الوقت والساعه والمكبوتات، يعني اللي تنام
حلم وانت مهموم بيه ممكن تنفس عنه في حلم. في بعض العلماء قالوا ان هموم الماضي هي الاقوى، اما سيجموند فرويد تحديدا قال ان هموم الطفولة هي الاقوى منهم، وركز على جزء الممنوعات وما يخص الانا، فقال ان هموم الانا هي الهموم الغالبة على احلام الانسان. لكن الفيلسوف هنري بيركسون كان ليه رأي مختلف. بيركسون قال ان الموضوع مرتبط بالجسم فيزيائيا، وجع، سوء هضم، اكل دسمة، مغص، دخول حمام، والمؤثرات الحسية الخارجية. فاكر من شوية لما قلت لك انك ممكن تكون حلمت انك عايز تدخل الحمام، وان دخولك الحمام في الحلم هو تلبية لطلب الجسم؟ هي دي بقى نفس الحاجة اللي بيركسون كان بيتكلم عنها. وعلى اساس كلامه ده اتعملت تجربة على ناس نايمين بيتعمل جنبهم مؤثرات مختلفة زي صوت المقص، ضوء الشمس، والكشاف. ولما صحيوا كل واحد فيهم قال هو حلم بايه. واحد قال انه حلم انه بيتدفى بسبب ضوء الشمس اللي جه عليه، واحد قال انه حلم بحريقة، واحد تاني حلم بمبارزة بالسيوف بسبب صوت المقص. حتى بيركسون نفسه حصلت له نفس الحاجة لما حكى انه كان نايم في مرة وحلم انه كان بيدي محاضرة، لكن فجأة لقى طلابه بيدبدبوا في الارض وبيقولوا له بصوت عالي اطلع بره اطلع بره. لكن لما صحي اكتشف ان صوتهم في الحلم تطابق مع نباح الكلب اللي كان بره، فكان هو ده السبب. لكن سي فرويد باشا اتضايق واعترض طبعا على الكلام ده، وقال لبيركسون انت كده فسرت كده اكتشفت سر الذرة يعني. فرويد كان معترض على كلام بيركسون لانه قال سبب الحلم وان المؤثرات الخارجية ليها تأثير، لكن ما فسرش ليه صوت الكلب اترجم في الحلم على انه استهزاء من طلابه مش احترام. ليه واحد يحلم انه بيتدفى وواحد يحلم ان في حريقة على الرغم من انهم اتعرضوا لنفس التأثيرات؟ بيركسون هنا قعد على جنبه وسكت. فاعتقد فرويد بيركسون انه وقف عند الاحلام بمعناها الشكلي، لكن موضوعيا لا، ملوش في الموضوعية. باختصار شديد فرويد فسر الاحلام كلها على كل الناس بلا استثناء على انها قضاء رغبة او شهوة او حاجة ممنوعة والتنفيس عنها. فرويد اتكلم عن تأثير خبايا النفس، واتكلم عن نفس الأنا والنفس الأمارة بس، وطبقها على كل الناس. طبعا اكيد في جزء من كلامه صحيح بس مش كل حاجه. فيعني انت تتريق على بيركسون؟ يعني انت اللي اكتشفت سر الذره قوي. في بعض النظريات الحديثه اللي بتقول ان الاحلام ما هي الا مجرد ذكريات متجمعه مع بعض، وغالبا بتكون هي الذكريات اللي احنا دايما بنفكر فيها. في نظريه تانية بتقول ان النوم عموما بيلعب دور في تقويه الذاكره، والناس اللي بتعاني من نقص في النوم عندهم مشاكل في التركيز وضعف في الذاكره. يمكن تكون مرحله حركه العين السريعه من النوم، او اللي اختصارها بالانجليزي ريم، هو مكان بيتخلص فيه العقل من المعلومات اللي ملهاش لازمه او الضاره عشان يفسح مكان لمعلومات جديده. واعتقد البعض برضو بما ان الاحلام بتحصل للثدييات كلها، فغالبا ده له غرض تطوري يسمح لنا بمحاكاه المواقف الخطيره بشكل افضل والاستعداد للتعامل معها في الحياه الواقعيه وحل المشكلات. في نظريه كمان بتقول ان الحلم بيتعلق بمعالجه العواطف، لان بعض اجزاء الدماغ اللي مسؤوله عن الاحلام بتتوافق مع الاجزاء اللي بتعالج الذكريات البصريه والعواطف. يمكن هو ده سبب ليه معظم الرجاله لما بتحصل لهم مشكله بيخشوا يناموا. ده غير اننا عارفين ان اصلا النوم بيلعب دور مهم في الحاله المزاجيه، زي لما تشوف واحد مش نايم كويس تلاقيه بيتعصب كتير وفي حاله توتر، خصوصا لو بيشرب كافيين. جزء تاني من النظريه دي بيقول ان الاحلام مرتبطه بالحاله العاطفيه للشخص، لان بعض الناس اللي بيحلموا بشكل اقل بيواجهوا صعوبه اكبر في التعامل مع المشاعر في ساعات اليقظه. واظهرت دراسه اتعملت في مختبر النوم والتصوير العصبي في جامعه بيركلي انه اثناء مرحله نوم ريم ممكن يكون الجهاز الحوفي او الليمبك سيستم اللي بيتحكم في الخوف والعواطف مسؤول جزئيا عن منع المشاعر السلبيه زي الخوف والغضب، ده غير اعاده الضبط العاطفي للدماغ. ممكن دلوقتي تيجي تقولي تمام الكلام ده حلو وكل حاجه، بس برضو انا لسه معرفتش احنا ليه بنحلم. صدقني والله اني جاي لك اهو في الكلام. في جاي كان يعتقد سابقا ان النوم هو حاله راحه تامه، بينما في الواقع تم اكتشاف مستويات متفاوته من نشاط الدماغ بتحصل خلال مراحل النوم المختلفه. علشان تفهمني اكتر عايزاك تنام، لا نام بجد فعلا، انا هدخل اشرح لك في الحلم. دلوقتي دماغك وادمغتنا كلنا بتتذبذب بين 4 انواع رئيسيه من الموجات الكهربائيه حسب مستوى اليقظه او الاسترخاء، وهما الفا، ثيتا، دلتا، بيتا. ولما بتكون صاحي زي ما كنت صاحي من شوية، نشاط دماغك الكهربائي بينتج موجات اسمها بيتا ويفز، ولما بتكون مسترخي موجات دماغك بتكون أبطأ وبيبقى اسمها ألفا ويفز. ولما بتنام مش بتخش كده على طول على مرحلة نوم حركة العين السريعة، لكن بتنزل للمرحلة الأولى زيك دلوقتي مخك بيطلع موجات ثيتا ويفز. في المرحلة دي أي حاجة ممكن تصحيك، فلو سمحت خلي بالك وركز معايا عشان لو خرجت من الحلم مش هعرف أدخلك تاني. نستنى 7 دقايق. دلوقتي انت دخلت في المرحلة التانية وهي برضو بتطلع نوع من انواع موجات الثيتا، لكن في هذه اللحظات في حاجة هتحصل في دماغك دلوقتي. اهو شفت، دي اسمها سليب سبندل، زي كده انفجار مفاجئ للنشاط الكهربائي في موجات دماغك. وهنا هنشوف دي
اللي اسمها كي كومبلكس، وده ارتفاع واحد كبير في التيار الكهربائي بتاع نشاط دماغك، ومدة الاتنين دول بتقعد حوالي ثانية أو 2 تقريبا. واقترح بعض الباحثين ان الحاجات دي بتساعدك على الانفصال عن العالم الخارجي. استنى 15 دقيقة. دلوقتي انت انتقلت لمرحلة النوم الثالثة اللي بيكون فيها موجات ثيتا مع دلتا كمان، وهي برضو من أبطأ وأقوى الموجات في دورة نومك حاليا. نستنى شوية كمان. واحب اقول لك تهانينا لانك وصلت لمرحلة النوم الرابعة والاخيرة اللي بتواجه فيها موجات دلتا كلها، ودي برضو اعمق مرحلة من مراحل النوم لان هي دي مرحلة نوم حركة العين السريعة. دلوقتي بقى انت المفروض هترجع تاني بنفس الطريقة لفوق لاول مرحلة، وفي وقت مرحلة نوم ريم طبعا بتفقد قوة التحكم في عضلاتك، يعني مش بتتحرك خالص عشان مخك يحميك من الحركة، عشان ما تتفاعلش مع الحلم في الواقع وتأذي نفسك، لان ده بيكون وقت الاحلام. وفي هذه الاثناء اللي هي اثناء نوم مرحلة ريم احلامك هتبقى كتيرة، ولما تصحى احتمال كبير انك تفتكر، ويا رب تفتكر فعلا عشان شرحي ما يروحش على الفاضي. لا سيبك من الحلم ده دلوقتي وركز معايا. يلا بقى اصحى تاني، التنويم المغناطيسي ده طلع مش سهل زي ما بنشوف في الافلام. اهلا وسهلا من جديد. من المثير للاهتمام ان دراسة اجراها الدكتور النفساني جي ألان هوبسون في قسم طب النوم بكلية الطب جامعة هارفارد، قال فيها ان الاحلام اللي بتكون في مرحلة نوم الريم يمكن اعتبارها واقع افتراضي من صنع ادمغتنا. والهمت النظرية دي فريق من مهندسين النوم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في امريكا للتحقيق فيما اذا كان تلقي المحفزات الحسية الخارجية اثناء النوم ممكن يأثر على احلامنا ولا لا. وعلشان يعملوا ده سجل الباحثين أنماط أجسام المشاركين وموجاتهم الدماغية أثناء النوم، واحتسبوا مراحل نومهم ودرجاته باستخدام برنامج ميوز. وأثناء نومهم خضع المشاركين للتقنيات هندسة الأحلام دورميو، وهي واجهة تفاعلية للنوم، وتشمل التقنيات دي استنشاق ريحة حلوة أو قناع دافي بيتلبس على العين. واكتشف الباحثين إن الحاجات دي أظهرت استجابات عاطفية إيجابية، واللي بترتبط بأنماط التنفس ومعدل ضربات القلب والنشاط العضلي، وده غير جودة النوم والمزاج اللي اتحسنت. يعني من الآخر بيركسون كان معاه حق لبعض الشيء. طبعا الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد، الأحلام بيحصل فيها برضو حاجات تانية غريبة، زي إن مفيش معنى للوقت وأنت بتحلم. ممكن تحلم بقصة حياة كاملة بكل تفاصيلها، حاجات تتعمل في أيام وسنين لكن هتلاقيها بتحصل في الحلم في كام دقيقة بس. اتعملت مرة تجربة على واحد نيموه تنويم مغناطيسي وقالوا له يقطف 2500 وردة، بعد حوالي 3 ثواني بس قال قطفت، يعني مفيش معنى للوقت. حاجة تانية زي إن مش كل الناس تحلم بالألوان. اتعملت دراسة سنة 2017 أظهرت إن 50% من المشاركين فيها بيحلموا بالألوان، و10% من الناس كانوا بيحلموا بالأبيض والأسود. ده غير إن أصلا في حوالي 40% من الناس ما كانوش فاكرين هل في ألوان في أحلامهم أصلا ولا لا. ممكن يأثر العمر وفترة النضج على احتمالية إنك تحلم بالألوان أو بالأبيض والأسود. وتشير الأبحاث إلى إنه لحد خمسينيات القرن اللي فات كان أغلب المشاركين في الاستطلاع بيقولوا إنهم نادرا أما بيحلموا بالألوان، وده كان يعرف في الوسط العلمي وقتها باسم تكنيكولر. بس الظاهرة دي اتغيرت لما التلفزيون اتلون. في دراسة اتعملت في 2008 لقت ان الاشخاص اللي اعمارهم فوق ال 55 واللي نشأوا قبل التلفزيون ابو الوان قالوا ان احلامهم بتكون بالالوان بنسبة 34%، لكن اللي اعمارهم اقل من 25 بيحلموا بالالوان بنسبة 68% تقريبا. والفئتين الاكبر والاصغر قالت نتائج متشابهة في حتة انهم مش فاكرين الالوان اللي كانت في احلامهم اصلا بنسبة 15 و18%. في برضه ناس مش بتحلم اصلا، وفي نظريات بتقول ان ده خلل في النوم او جودة نوم قليلة. في ناس نادرا ما بيفتكروا احلامهم، وناس تانية بتفتكرها كل ليلة. بعض الناس بتحلم بوعي والاغلب التاني لا. بس يعني ايه ناس بتحلم بوعي؟ في حاجة اسمها القشرة الجبهية او البريفرونتال كورتكس، ودي المسؤولة عن التخطيط والمنطق، والمفروض ان هي بتكون مش شغالة وقت النوم. وهو ده سبب انك ممكن تكون بتحلم انك رشدي أباظة بيجري ورا بيتهوفن في حديقة اشجار ثمرة تليفون النوكيا والدنيا بتمطر هدوم وانت عادي جدا مفيش اي مشكلة وشايف ان ده طبيعي ومفيش اي حاجة غريبة خالص. لكن بعض الناس بقى ما بيحصلش معاها كده، بيبقوا واعيين جوه الحلم ان ده حلم وانه فعلا في حاجات غريبة وانهم نايمين ويقدروا يعملوا جوه اللي هم عايزين. دي ظاهرة اسمها الحلم الواعي او
اللوسيد دريمينج. ممكن انت تكون واحد من 51% من الناس اللي شافوا حلم وهم واعيين، او ممكن تكون من 20% اللي بيشوفوا النوع ده من الاحلام كل شهر. في دراسة بتقول ان الاطفال ما بين 3 و4 سنين هم الاكثر عرضة للاحلام دي، وبعد كده في مرحلة ما بين الطفولة والشباب احتمالية رؤية احلام واعية بتقل. والباحثين من جامعة مانهايم وهايدلبرج في ألمانيا عملوا تحقيق فيما إذا كانت السمات الشخصية ممكن تساعد في التنبؤ باحتمالية تعرض شخص للأحلام الواعية أو لا. اتكلم الدكتور اتكلم الدكتور دينهولم أسبي الباحث في مجال الأحلام الواعية لمجلة ميديكال نيوز توداي، وأشار إلى أن بعض العوامل الفسيولوجية أو الكيميائية العصبية ممكن تزيد من احتمال تجربة شخص لأحلام واعية. ده غير أن في بعض الدراسات لقت أن في علاقة بين الأحلام الواعية وشلل النوم، علشان في شلل النوم بيصحى العقل إلى حد ما، لكن الجسم بيفضل نايم وعاجز عن الحركة، ولما ده بيحصل معاه هلوسة. المهم أن الأحلام دي غالبا بتحصل في مرحلة نوم الريم، وممكن تلعب الخصائص الكيميائية العصبية دور في تشغيل أجزاء من وعينا أثناء النوم اللي هي المفروض وقتها تبقى واقفة. وقال أسبي إن احتمال يكون سبب إن بعض الناس بتحلم بأحلام واعية بتميل إنها تنتج مادة الأستيلكولين اللي بتحافظ على نشاط الدماغ، وده مجرد استنتاج غير مثبت بالتجربة. وبعض الباحثين اللي بيربطوا الدوبامين بالهلوسة بيقولوا إن هو ده سبب الطابع السريالي اللي بيبقى موجود في الأحلام سواء كانت عادية أو واعية. وفي الأثناء دي مرحلة نوم الريم بتوقف النواقل العصبية زي الهستامين والسيروتونين والنورابينفرين اللي بتخلينا صاحيين، وهو ده سبب اننا بنبقى واعيين وقت النوم لكن مش صاحيين فعلا. واحدة برضو من العوامل المؤثرة على تجربة الأحلام الواعية هي التغذية. قال لنا أسبي ان الناس اللي بيعانوا من نقص في الفيتامينات بيعانوا من ضعف في تذكر الأحلام وما عندهمش أحلام واعية خالص. في دراسته اللي عملها في 2017 لقى انه لما بيدي للناس فيتامين B6 ده بيخليهم يفتكروا الأحلام اكتر، وده برضو مفيد في الحصول على أحلام واعية. برضو الناس اللي بتتأمل أو بتعمل مديتيشن يقدروا يجربوا النوع ده من الأحلام في دراسة اتعملت في 2015. كتب أمير همايون وجوليان موتس في مراجعة اتنشرت في مجلة علم أعصاب الوعي في 2017 إن الأحلام الواعية هي حالة وعي بتجمع بين خصائص اليقظة والحلم، وبعدها لقوا إن أثناء الحلم الواعي بيكون في نشاط متزايد في المناطق اللي بترتبط بالوظائف المعرفية العليا بما فيها الانتباه والذاكرة العاملة والتخطيط والوعي الذاتي. دلوقتي هنشوف القرآن تناول فكرة الأحلام إزاي وقال عنها إيه، اللي بالرغم من إنها ذكرت في مرات معدودة في القرآن إلا إن المعنى وراها كان شديد العمق. فلو تأملنا الآية الكريمة من سورة يوسف لما عزيز مصر شاف حلم وطلب من الملأ تفسيره: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى وضح نوعين من الاحلام وهو تصنيف كافي ووافي. فنفهم من الايه ان الاحلام اما اضغاث واما رؤى، والاضغاث هي كل ما هو مختلط ومختزن في عقل الانسان، والرؤى وهي الاحلام الكشفيه وسماها الله الاحاديث. كلمه الاحاديث على قد ما هي كلمه واحده بس مكونه من 6 حروف الا انها عميقه جدا وتشمل معاني كتير، فهي تدل على وجود طرفين. يعني ممكن حديث بين النفس والجسم زي اللي بيركسون قاله، حديث بين النفس والنفس، حديث بين الشياطين والنفس كل ما هو غريزه ورغبات وشهوات زي ما فرويد قال، او ممكن حديث بين الملأ الاعلى والنفس، حلم راقي بين الله والنفس، بين الملائكه والنفس، ودي بقى الرؤى. دي احلام لا يمكن تفسيرها. النوع ده من الكلام يكذب العلماء كلهم، لان علميا لو الانسان شاف حلم وتحقق زي واحد حلم انه هيقبض 5416 جنيه وراح فعلا تاني يوم قبض 5416 جنيه، دي حاجه خطيره لان معناها ان بكره موجود من دلوقتي. كده العلوم كلها تتدمر عشان معروف ان السبب بيسبق النتيجه، انما النتيجه تسبق السبب. كل النظريات تقع قدام الحاجات دي والعلم ما يقدرش يفسرها. احاديث دي كلمه خطيره جدا علشان ربنا بيقول ان النفس مكان
مكانها بيتحدد أثناء النوم كوسط بين نهر الواقع المشهود ونهر الغيب المستور على حد قول الدكتور مصطفى محمود. والوسط ده بيأهل النفس إنها تسمع أحاديث من هنا وأحاديث من هنا. ممكن تسمع أحاديث الواقع زي صوت الكلب وطلبات الجسم وهموم النفس والوقت. ممكن تسمع أحاديث من الملأ الأعلى حسب درجة النفس دي. يعني النفس الشهوانية محدش هيكلمها إلا الشياطين، وما تقدرش تسمع أي حاجة من الملأ الأعلى لأن ذبذبتهم عالية ولطيفة، لكن النفس دي غليظة في حالة شهوانية ما تسمعهمش، إنما همسة شيطانية تسمعها فورا ويدور الحديث. لكن النفس الطاهرة الشفافة تكون العكس، أي همسة ملائكية تسمعها على طول، لكن ما تسمعش الشياطين ولو عملوا مظاهرة. هنرجع للآية الكريمة اللي قصتها باختصار إن عزيز مصر شاف حلم أو رؤية على حد تعبيره محدش قدر يفسرها وقتها، لكن العديد من الناس أشاروا عليه إن يوسف اللي كان في السجن وقتها بتهمة غير حقيقية هو اللي هيقدر يفسر الحلم ده. وبالفعل خرج يوسف من السجن بعد ما أثبت براءته وراح للعزيز. وكان الحلم إن العزيز شاف 7 بقرات عجاف يأكلون 7 بقرات سمان، وشاف 7 سنابل خضر و7 سنابل يابسات. وتفسير سيدنا يوسف كان إنه هيجي على مصر 7 سنين هيزيد فيهم المية والزرع، وبعدهم 7 سنين قحط، يعني لا هيبقى فيهم ميه ولا زرع. وفي الوقت ده اعجب عزيز مصر بتفسير سيدنا يوسف وامر بتسليمه منصب كبير في اداره شؤون البلاد، وانه يكون المسؤول عن مخازن مصر وشؤون الغذاء. هنلاحظ هنا ان الاسلوب الرمزي في الاحلام ودلالاته في ارض الواقع من المسائل اللي صدق عليها القران. ف7 بقرات سمان دول 7 سنين رخاء، و7 بقرات عجاف دول 7 سنين قحط. وتأكيدا على فكرة صحة ارتباط الرموز في الأحلام بأشياء موجودة في الواقع، زي مثلا حلم سيدنا يوسف لنفسه اللي ورد في الآية الكريمة: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا 11 كوكب كانوا رمز لإخوات سيدنا يوسف، والشمس والقمر هم أبوه وأمه. وكلمة ساجدين هنا مقصود بيها الدخول في أمره والتواضع ليه. في ملاحظة مهمة هنا كما بتأكد تفسير الحلم إن الآية الكريمة استخدمت كلمة ساجدين، ده جمع مذكر سالم يعني لا يستخدم إلا للعاقل. المهم إن لما سمع سيدنا يعقوب والد سيدنا يوسف حلم ابنه نصحه إنه ما يحكيش الحلم ده لإخواته، لأنهم هيعرفوا تأويل الحلم وهيحسدوه أو هيتأمروا لهلاكه. وجدير بالذكر إن رؤى الأنبياء ما هي إلا وحي يوحي لهم من الله، يعني حديث بين النفس والملأ الأعلى، ودي أرقى درجات الأحلام. طيب يعني الأنبياء بس اللي بيشوفوا رؤى وإحنا أحلامنا كلها أضغاث؟ لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وهذا حديث صحيح، يعني المطلوب منك تكون صالح وموصول بالله. في رأيي إن كل واحد مننا عنده قاموسه الخاص اللي فيه كل مشاعره وذكرياته وخبراته وعواطفه والحاجات اللي اتعرض ليها واللي شافها واللي عملها واللي سمعها وعاشها. كل إنسان هو الوحيد اللي يقدر يفسر حلمه بأحسن وأدق صورة ممكنة، لأن ببساطة هو اللي حلم وهو اللي عاش حياته. يعني التفسيرات اللي احنا بنسمعها من الناس زي إن الفار عدو والتعبان شر والعيش رزق، كل ده ما هو إلا تخمين وتكهن، لكن لا يعتمد عليه بشكل أساسي في تفسير أحلام كل البشر. في الأول وفي الآخر عالم الأحلام والوعي لسه عالم غامض وظلمة. 3/4 الحاجات اللي نعرفها عنه ما هي إلا نظريات مش مثبتة ومعتقدات تكهنية. يعني إحنا لسه في أول الطريق، لسه قدامنا مشوار طويل من الاكتشافات والتحليلات في علم الأحلام والوعي، وممكن في المستقبل نعرف حاجة عن عقلنا تخلينا نغير نظرتنا في العلوم كلها. وأخيرا وليس أخيرا وصلنا إلى آخر الحلقة، وفي النهاية أحب أقول لك أحلام سعيدة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.